مم. السلام عليكم. دلوقتي هنحل التاسك رقم 3. اول واحدة هتبقى سوي من الفيربو سير، عشان هنا استوديانتي يعني طالب ودي مهنة، فبنختار الفيربو سير في المهن. يو سوي استوديانتي، يو سوي استوديانتي. الكافيه استا كالينتي، هنختار هنا الفيربو استور. ليه؟ لان الجملة معناها ان القهوة سخنة، فدي حالة مؤقتة. فقلنا الحالات المؤقتة بنستخدم استور، فهنا الكافيه está caliente. Número 3. Nosotros estamos en la clase. هنا اخترنا ستار برضو لأن ده موقع. Nosotros estamos en la clase يعني احنا في الفصل. Número 4. Ella es simpática. ليه؟ لأن دي صفة فيها ثابتة، يعني هي لطيفة أو دمها خفيف. هي اس سيمباتيكا من الفيربو سير. ما حضروش النهارده ولا ايه؟ حد من الولاد يقول رقم 5. طب خلاص لو مفيش ولد نخلي بقى بنت تقول. قولي ممكن أصلا أقولها. احتراس. ماشي، واحدة تقول. تقريبا مدريد مفيش ولاد está en النهارده. Madrid España. está en España. هو في 2 قالوا صح؟ أيوة خلاص ماشي. آه احنا طبعا مش محتاجين نقول ليه قلنا ستار، لأن احنا لسه قايلينها دلوقتي عشان ده موقع. تمام. آه طيب رقم 1 بقى اللي هي الناحية التانية، حد يقول. تبقى مدريد اس. برافو، كمل بقية الجملة. مدريد اس لا كابيتال اسبانيا. يعني ايه الجملة دي؟ مدريد هي عاصمة اسبانيا. تمام. حد من البنات نوميرو دوس. أقول أنا اتفضلي. amigos están en la علي playa. صوتك معلش. Mis amigos están en la playa. قلتي استن. اه تمام برافو. ليه؟ عشان أولا عشان دي جمع وده كمان دي حاجة مش ثابتة. آه، عشان طب انت عارفة معنى الجملة؟ أصدقائي على الشاطئ أو كده. يعني هم مكانهم وموقعهم ان هم دلوقتي ايه على البلاي او الشاطئ. ماشي. آه لو في ولد يقول رقم نوميرو تريس، رقم 3. هي أنتِ دي مدينة. ايه؟ هي estudiante. استوديانتي دي ميديسينا، بس في وقعت في الاخر. ماشي. هي استوديانتي دي ميديسينا. ماشي تمام. عارف معنى الجملة؟ أنا عارف إنها هي طالبة، بعد كده دي الكلمة اللي بعديها مش عارف عنها كويس. طيب معناها هي تكون طالبة طب، بتدرس طب يعني. فقلنا تمام. دي مهنة أو مهنة، بناخد سير مش ستار. تمام. عايزة بنوتة تقول نوميرو كواترو. تساوي معلش، هي ليه مدريد أخدت ستار مش سير؟ مدريد أنهي في 2 اللي هي تحت نوميرو 5 رقم 5 تحت على الشمال، دي قلنا ستار، هتبقى مدريد ستا ان اسبانيا عشان ده موقع. بيقول لك ان مدريد تقع في مش هي اسبانيا، عليه الحاجة دايما على طول؟ بس ده موقع فبنقول ستار. معلش، هو في حاجة يعني في تمام. حاجة يعني ممكن نعرف الحاجات دي ازاي بيها يعني.
انا اعرف امتى مثلا ان هدية خلاص هيبقى ستار او او سر، امتى في حاجة توضحهم غير كده؟ بصي، هو كل الحاجات دي بتتعرف بكتر ان انت تقري كتير وتعرفي القواعد كتير، وده هتعرفي اصلا بالتعود، فاهمه؟ انت تاخدي على اللغه، ملهاش قاعده معينه. هي مثلا قايل لك ده موقع، يعني مدريد تقع في اسبانيا، فواضحه ان هي موقع، مش هنبص لحته الصفه دائمه ولا مؤقته. طب التانية أخدت سير عشان عشان دي جملة. حقيقه عادي، يعني مدريد عاصمه اسبانيا، تكون عاصمه اسبانيا، ولا موقع تمام. ولا هي صفة دائمة ولا هي صفة مؤقتة. تمام. لو سمحت، تمام، اتفضلي. كنت حابة أسأل سؤال، بس هو يعني مش الأسئلة اللي حضرتك كاتباها يعني. ماشي. هي على حكاية الحضور. على ايه؟ على الحضور. ماله؟ هو بيقول نعمل ريبلاي على الرسالة ونكتب اسمنا كإثبات حضور، لما أجي أعمل ريبلاي يقولك لقد تم حضرك من المجموعة. مم. طب ثواني كده. طب انت اسمك ايه؟ ملك محمود جبل. أم. طب ماشي، ابعتيلي على يعني لما نخلص ابعتيلي على البرايفت، قوليلي ان انت يعني ما بتيجي تكتبي تسجلي حضور بيتكتب لك كده، طيب تمام. نعرف ان انت حضرتي. ماشي، نوميرو كواترو، مين اللي هيقولها؟ أقول ممكن أقول ماشي، اي حد. اليوم ما سمعتش والله. Io estoy muy contento hoy. برافو، يعني ايه؟ أنا سعيدة جدا اليوم. تمام. طبعا اخترتي ستار عشان دي حاجة مزاجية حركة او جسدية. ماشي. في حد من الولاد يقول نوميرو 5 اخر واحدة؟ أقول هم؟ انتي بنت؟ اه طب استني نشوف حد من الولاد كده اخر مرة. أقول انت قلت قبل كده؟ لا. خلاص ماشي، قول. Eh, nosotros estamos en la casa esta tarde. ماشي، هي المفروض طردي، بس البي دي اف اكل الكلام. تمام. طب عارف معناها؟ يعني احنا بنكون في المنزل وقت الظهر. تمام. ماشي، انا عايزة اسأل سؤال دلوقتي في البي دي اف ده، وعايزة حد يجاوب عليا. لما اقول حته بخصوص اللي هي ايام الاسبوع، لو سالت حد فيكم كي ديا اس اوي، النهارده ايه؟ الناس اللي ذاكرت ايام الاسبوع، سباتو علي صوتك. سباتو. برافو، سبت. او ممكن تقولي لو عايزه تقوليها كامله، قولي اوي السبت، يعني النهارده السبت. تمام ماشي. حد عنده في البي دي اف ده او في الارقام، عشان هنقل على اللي بعده، عنده اي مشكله في البي دي اف ده؟ أيوة ممكن بس تقولي المثال الكلمة الأخير ده، ممكن تقولي الكلمة الأخيرة اسمها إيه؟ الايه؟ نقطة إيه؟ معلش قولي تاني. الكاستو كان آخر كلمة مش واضحة، ممكن تكتبيها بس أو تقولي اسمها إيه؟ اللي هي رقم 5 على اليمين. استاتا اللي بعد استاتا استا تاردي، يعني هذا المساء. تاردي، يعني تمام في الاخر دي وايه، بس هي مش باينه. تمام. تمام. هي في حد عنده مشكله في البي دي اف، او مثلا في حاجه ما فهمهاش اشرحها تاني؟ عادي، ما عنديش لا مشكله. واضح. تمام ماشي، نجيب البي دي اف التاني. طب حد يقول لي كده، تصريفات الافعال دي صعبه عليكم ولا سهله؟ يعني الدنيا ايه؟ هي سهلة. كانت سهلة، الكم كان صغير فكان سهل. انا مرضتش اديكوا جزء كبير عشان يعني ما نراكمش المحاضرتين ويبقى يعني كتير عليكم. هو بقى يعني اغلبيه
الأفعال المنتظمة للأسباني بتمشي بالطريقة دي. بنشيل ار اي ار اي ار ونحط نهايات. بس يعني تعالوا اوريكم الدنيا ماشية ازاي. تمام. يلا نحل التاسك ده. يلا عايزة حد من البنات. ممكن أقول اتفضل. يو أبلو اسبانيول. ممكن تقولي تاني عشان ما سمعتش؟ يو أبلو اسبانيولا. معناها ايه الجملة دي؟ أنا أتحدث الإسبانية. برافو. يو ابلو اسبانيول. تمام. انا لو عايزة بقى اسألك انتي بتتكلمي اسباني فهقول لك تو habla اسبانيول. انتي بتتكلمي اسباني يعني نلاحظ ان السؤال في الاسباني تو أبلس لو انا عايز اسالك انتي بتتكلمي اسباني فاقول لك hablas الاسبانيول او تو hablas الاسبانيول. فهتقولي لي سي سي نعم او يس بالاسباني يعني سي. تمام. هتقولي لي سي يو دي لسه hablo ناخدها. ايه. الفورم دي لسه ناخدها صح؟ انا بقولها لك يعني كمعلومه زياده فاهمه عشان ايه. تمام. عشان سهله يعني فاهمه اللي هو الاسئله في الاسباني ليها ادوات استفهام بس في اسئله بتبقى زي عندنا في العربي اللي هو مش محتاجه اقول لك هل انت تتحدثين لا اقول لك بتتكلمي اسباني. تو ابلاس الاسبانيول يعني قصدي نفس الفورمه بتاعت الفيربو اللي هو يو ابلو. فممكن اقول لك تو ابلاس اللي هو اخليها بلغه سؤال واسالك فاهمه. تو ابلاس الاسبانيول هتقولي سي يو ابلو الاسبانيول. ماشي. عايزه ولد يقول لي رقم نوميرو دوس رقم 2. أيوة أقول ماشي اتفضل. تو comes بيتزا. تمام يعني ايه. أنت تاكل بيتزا. تمام. بنوتة رقم نوميرو تريس. عايز حد يقول نوميرو تريس. ممكن اقولها. في حد فيكم ما قالش قبل كده؟ لا انا قلت قبل كده. وانا طب كمان. ممكن طب انا انا ما قلتش قبل كده. طب ماشي اللي ما قالش قبل كده تقول نوميرو تريس. Ella vive en Madrid. يعني ايه. هي بتعيش في مدريد. برافو. هي بيبي ان مدريد. تمام. نوميرو 4 حد من الولاد ولو ما فيش حد من البنات بس ما قالش قبل كده. هو أنا جاوبت بس محدش هيقول ممكن أقول يعني. هو انت اللي بتجاوب كل مرة ولا انت حد مختلف؟ لا هو أنا جاوبت مرتين بس أنا شايف حد بيرفع إيده يعني أو بيقول. طب خلاص ماشي قول. سوتروس سوتروس أبلاموس عربي. يعني ايه. احنا بنتكلم العربي. تمام برافو. نوميرو 5 عايزة انت ما قلتش قبل كده. هقول ما قلتيش قبل كده. جاوبت مرة عايزة اقول ماشي قول. es comen comen arroz. تمام. ترجمي. يأكلون الرز. برافو. ماشي. طبعا ما فيش ولاد فممكن نفس الشخص اللي كان بيقول يقول تاني. Yo vivo en Madrid. برافو. يعني ايه. أنا عايش في مدريد. تمام. بنت. أتمنى يعني الصراحة. كلنا نتمنى. انا اقول انا في حد بنت ما قالتش قبل كده. لا انا اقول ممكن اقول. ماشي انا عايزه الناس اللي ساكته تقول. انا ما قلتش قبل كده اقول. ماشي قولي. تو comes بيتزا. بيتزا. ماشي يعني ايه. انت بتاكل بيتزا. برافو. يلا عايزه بنت نوميرو 3. ممكن اقول. ما قلتيش قبل كده. لا ماشي قولي.
Nosotros hablamos español. برافو. كده احنا خلصنا التسكين. عايزة اجيب لكم قطعة نقرأها، بس عايزة اسأل الاول. هنا في حاجة يعني مش مفهومة او حاجة عايزين تعيدوا عليها تاني او اي حاجة؟ واضحة خالص. تمام، خلاص ثانية واحدة خليكوا معايا. اجيب قطعة. هي كده الشاشة اتقفلت ولا السكرين لسه موجودة؟ قفلت. ثواني. انتوا حفظتوا النوميروس الارقام ولا لا؟ ايوه حفظناها. طب حد يقدر يقول لي من 1 ل 15؟ ممكن اقول اتفضلي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 10 12 10 13 10 4 10 5. لا استني استني بالراحة. قولي من اول 10 تاني، من بعد 11 قلتيها ايه؟ 11 سوري 11 11 12 13 14 لا ثواني نسيت. بعد 12 قلتي 13. ماشي كملي. وبعدين 14 برافو. وبعدين 15 بالظبط. ودي 7 دي 6 بعد كده دي 7 بعد كده دي 8 بعد كده دي 9 بعد كده 20. برافو. تقدري هو اصلا التكملة سهلة لحد 30 بنعيد نفس دي حقيقة. تاني. ماشي، حد تاني يعرف يقول او عايز يقول؟ ايوه. ماشي اتفضل. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ضغطت فيها مرة 15 17 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. عاش. حد تاني حابب يقول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 مش كوي. 15 16 صح؟ برافو. 17 18 لا 16 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ايه برافو كم؟ 28 29 30 صح؟ 30 برافو. حد تاني عايز يقول يا شباب؟ ماشي يلا هعمل لكم سكرين. قول انا. ماشي اتفضلي. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا مش سامعة بالراحة عشان صوتك بيقطع تقريبا. الأول لا يعني انت شفتي فين عشان انا مش سامعة. من عند 11 ماشي كملي. 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 30 30. 30. تمام. طب أيام الأسبوع ذاكرناهم ولا لأ؟ ذاكرة. طب حد فاكرهم؟ مفيش حد؟ ايوه تمام. بس طب انا ماشي، الاربع متلخبط في النطق شويه. مش مشكلة عادي. لونس، مارتس، ميركولس. اه صح كده، ميركولس. ميركولس ميركولس. خويبس. بيرنس. سابادو. دومينجو. ماشي، ما حلو اهو. لو تاخدوا بالكم احنا بادئلكوا اسمه ايه ده الايام الاسبوع من يوم الاثنين، لان هم تقريبا في اسبانيا يعني الاسبوع عندهم مش بيبدأ من يوم السبت عندنا او الحد، بيبدأ من يوم الاثنين. فهم عندهم هتلاقيه دايما يعني ما يبدأوا اما يقولوا مثلا بداية الاسبوع او كده بيبدأوا من يوم الاثنين. في ألمانيا برضو نفس ده بداية النظام. الاسبوع عندهم. نعم. ألمانيا برضو بيعملوا كده. مم. انا كل الدول الأوروبية كده. معظمهم كده. لهم يعني في الإيطالي لما كنت باخد إيطالي كان كده، ولما كنت باخد فرنساوي برضو في إعدادي كان كده. فكان بيبدأ بالاتنين. حتى النطق وآسيا بتاعهم برضه. كان قريب من الفرنساوي والإيطالي، يعني مثلا لوندي في الفرنساوي يعني الاتنين. باردي يعني نفس قريب من النطق شوية. فعلا هو في حاجات كتير كده، حتى الارقام اظن قريبة قوي. الأرقام قريبة من الإيطالي. أنا درست إيطالي قبل كده. بس مش كلها برضه، بس هي في شوية أرقام قريبة من الإيطالي. انا بحس الايطالي ده يعني كانه اسباني متحرف كده، يعني لما بسمع ايطالي بحس ان بالظبط. هو شبهه كده. أيوة. يعني كلمة كاسا اللي هي بيت في الإيطالي نفس الكلمة، بس بتتنطق كاسا، بس بتتكتب نفس الحروف بالظبط، بس بتتنطق زد. ايوه. ماشي، يلا ناخد قطعة نقرأها. تمام. القطعة دي باينة عندكم؟ أيوة باين. لا هي بعيدة. باينة. يلا حد يبدأ. ممكن أبدأ؟ اتفضلي اقرأي لحد أيام لحد كلمة استوديانتي، بعد كده ترجمي. حد كلمة estudiante. استوديانتي سي. ماشي. Me llamo Carlos, tengo 16 años y soy estudiante. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا اسمي كارلوس، عندي 16 سنة وأنا هكون طالب. تمام. حد تاني يقرأ الجملة اللي بعدها. اكتشفت اكستنشن على كروم يا شباب مين فيها هيكمل؟ ارقام الجروب أقول بس كلها، مش كل الكلام وببعت عارفة معناه. الرساله بتتبعت عادي انا للجروب بقولك كله ترجمي اللي انت عارفاه، لو ما مسار عرفتيش حاجة قولها لي انا عادي. يعني مش ببعت ل 500 واحد Vivo en يعني una ciudad pequeña, Carce del Mar. يعني هو بيعيش في كويداد، في بيت صغير. معرفش. بص، اول حاجة بيبو نقولنا سيوداد. مش احنا قلنا ان السي بعديها اي او اي تبقى بتنطق ساء، فسيوداد. تمام، دي اول حاجة. سيوداد دي يعني بلدة او مدينة، سيتي يعني. سيوداد بلدة، ماشي. بيكينيا يعني صغيرة. سيوداد بيكينيا هو عايش في مدينة صغيرة. سيركا برضو سيركا عشان حرف السي اللي في الأول بعديه حرف الإيه، والسي اللي في الآخر بعديه حرف الآ، فقلنا الأولى سي والتانية كا. سيركا. تمام. سيركا ديل مار يعني قريبة من البحر.
هو بيقول انا اعيش في مدينة صغيرة قريبة من البحر. تمام، ماشي، شطورة. حد يقول الجملة اللي بعدها. أقول قولي. por la mañana voy a la escuela y por la tarde juego al fútbol con mis amigos. تمام. تعرف ترجمي؟ لا أنا أعرف كلمات بس. طب قولي الكلمات اللي انت عارفاها. تقريبا مانيانا بكرة. فوتبول كرة القدم. اسكويلا مدرسة. برافو. اميجوس صحاب. ماشي، بصي هي مانيانا فعلا يعني لوحدها يعني بكرة، ماشي، لكن بور لا مانيانا يعني الصبح. تمام، يعني ما اقول بور لا مانيانا يعني في الصباح بعمل حاجة مثلا. هو بيقولك بور لا مانيانا بوي على سكويلا، بروح المدرسة. بوي يعني يذهب. تمام. بور لا مانيانا بوي على سكويلا، بروح المدرسة. اي بور لا تاردي بعد الظهر. بور لا تاردي اللي هو الوقت اللي هو بعد الظهر. بور لا تاردي خويجو الفوتبول. خويجو يعني بلعب. خويجو الفوتبول. كن يعني مع. ميس اميجوس يعني اصدقائي. تمام. هو حضرتك هتبعتي الترجمة بتاعتها العربي مش كده؟ هبعت لكم. ماشي. اخر جملة. تمام أقول. اتفضل. El fin de semana me gusta visitar a mis abuelos y comer con ellos. ايوس. عارف اي حاجة معاني اي حاجة؟ Me gusta يعني يعجبني، بس مش عارف. ميري ماشي، أقبل. برافو. بص، الفين دي سيمانا يعني اللي هي نهاية الأسبوع، الويك إند. الفين دي سيمانا نهاية الأسبوع. ميجوستا بيسيتار أميس أبويلوس، بحب أو يعني هي ميجوستا معناها الحرفي يعجبني زي ما أنت قلت، بس هي بتترجم معناها بحب أعمل كذا. ميجوستا بيسيتار بحب أزور أميس أبويلوس اللي هم أجدادي يعني. كومير كون ايوس يعني بحب اكل معاهم. قلنا كن يعني مع. تمام، ماشي. عايزه حد بقى يجيبها لي كلها من اولها لاخرها. بس بعد فيزيتار ايه؟ بعد الكلمه اللي ايه؟ بعدها اسمها ايه؟ بيسيتار. الكلمه اللي بعد فيزيتار بعدها ايه؟ بيسيتار مش ابيولوس. ابويلوس. بيسيتار اللي بعدها بقى ابويلوس يعني معناها ايه؟ جدود اجداد. ابويلوس. أنا عايز أقولها كلها. تمام. والفجر بحر المار ولا مار لوحدها؟ لا، المار البحر يعني مار لوحدها بحر. المار البحر. دي أداة دي المار دي اللي هي يعني اللي هو من قريبة من البحر، فاهمة يعني. دي كده يعتبر دي حرف جر ولزقناها في الارتيكولو بقت دل، لكن مار لوحدها بحر. أقولها كلها. وكون قول ممكن بس تذكر شوية الأخير في الآخر اللي بعد كومر، في كلمتين بعدهم ممكن نطقهم معناهم. بعد كومير في آخر الجملة كومير كون ايوس معناها ايه؟ يعني هو بيقول مي جوستا بيسيتار اميس ابويلوس، بحب ازور اجدادي واكل معاهم. كومير احنا خدنا الفيربو كومير اللي هو ياكل. ماشي، كن مع ايوس هما يعني خدناها برضه. تمام، في اي سؤال تاني؟ لا شكرا. ماشي. ممكن اقول؟ في ولد كان عايز يقولها كاملة، خليه يقول بعدين انتي بعدين. اوكي. تمام. ماشي، اتفضل. Me llamo Carlos, tengo 16 años y soy estudiante. Vivo en una ciudad pequeña cerca del mar. Por la mañana voy a la escuela y por la tarde juego al fútbol con mis amigos. El fin de semana me gusta visitar a mis abuelos y comer con ellos. ايوه تمام. بص هي سيوداد بيكينيا عشان ده حرف الانيه. بيكينيا. تمام. ciudad pequeña.
معلش بس هو ممكن تبعتي القطعة كلها على بعضها بترجمة الكلمات الجديدة اللي فيها. هبعتها متقلقوش. ماشي، في تمام. بنوتة كانت عايزة تقرأ كلها، اتفضلي. Oh, me llamo Carlos, tengo 16 años y soy estudiante. Vivo en una ciudad pequeña cerca del mar. Por la mañana voy a la escuela y por la tarde juego al fútbol con mis amigos. El fin de semana me gusta visitar mis abuelos y comer con ellos. برافو. ماشي، حد تاني عايز يقولها كاملة؟ انا عايزة اعرف هي الناس اللي ساكتة مش بتتكلم ليه؟ يعني عادي لو غلطوا في نطق حاجة مفيش مشكلة، او مش عارفين ترجمة حاجة عادي، المهم تتكلموا. عايزة حد ما قالش قبل كده يقرأها كاملة. طب حد قرأ قبل، حد جاوب قبل كده النهاردة يقولها كاملة. أقول ماشي اتفضلي. Me llamo Carlos, tengo 17 años y soy estudiante. 16. 16. أصلا المشكلة أنا بدأت أسباني، بدأت مكسيكان، فالنطق فيه شوية اختلاف. بس المكسيكان مش مختلف قوي عن اسباني. بس هو يعني تمام. Tengo ممكن 16 años y soy estudiante. Vivo en una ciudad pequeña cerca del mar. Por la mañana voy a la escuela y por la tarde juego al fútbol con mis amigos. El fin de semana me gusta visitar a mis abuelos y comer con ellos. برافو. حد تاني عايز يقول؟ دي جت المصدر يعني. او في حد بيتكلم عشان الصوت مش واضح بس. ممكن أنا اقول بسأل كومير ليه جه في المصدر؟ بص، عشان كده، عشان الفيربو ميجوستا اللي هو الفيربو جوستار ده بيجي بعديه، ما ينفعش اجيب فعلين ورا بعض متصرفين. طالما الفيربو جوستار ده جه هنا متصرف بقى ميجوستا، فلازم اي فيربو يجي بعده يبقى في الانفينيتيف. ما ينفعش اقول ميجوستا بسيتو، ما ينفعش اصرف دوس فيربوس ورا بعض. لازم وبعد يعني ميجوستا بيجي بعديه اصلا الفيربو في الانفينيتيف. كأنه اسم يعني. يعني بحب ازور، بحب زيارة اجدادي. زيارة مش متصرفة، ما فيهاش يعني ما فيهاش اللي هو فاعل، يعني نفس الفعل بتاع اللي هو بحب هو اللي بيزور، فمش هنصرف الاتنين. تمام. يعني مفيش فعلين بيجي في الاسباني ورا بعض متصرفين. وكومير جه زي بزيتار عشان يعني هو معطوف عليه يعني. بالظبط، انا بحب ازور معاهم وبحب اكل معاهم، نفس الفعل. تمام. كنت عايزة أسأل سؤال. غير العاقل بيضاف يعني ليه تصريف معين ولا بيعامل معاملة العاقل في الإسبانية؟ مش فاهمة السؤال، يعني عايز تقولي ايه؟ زي ات مثلا في الإنجليش ده الغير العاقل، هل في ليها معناها بالإسبانية؟ لا، هو بصي ما تحاوليش تقارني الاستركتورة او البنية بتاعت الانجليش بالاسباني عشان الاتنين مختلفين، فاهمة؟ يعني ما تعرفيش تجيبي مقابل مثلا حاجة في الانجليزي هنا ولا لا، عشان فاهمة كده هتلخبطي. يعني ممكن تبقى هي ليها يعني بتتجاب بطريقة تانية، فاهمة؟ مش زي في الانجليش ات وكده. فممكن ابقى اجيب لك حاجة، يعني اشوف حاجة مثلا ليها علاقة بالغير العاقل وابقى اقول لك، عشان السؤال برضو مش واصل لي قوي. تمام. ممكن أقرأ يعني. ماشي اتفضلي. Carlos, tengo 16 años y soy estudiante. Vivo en una ciudad pequeña cerca del mar. Por la سيوداد، mañana. بصي سيوداد مش سوي، مش سوي. سيوداد. ¿Ciudad? سيوداد vivo en una ciudad pequeña cerca del mar. Por la المار. mañana. المار. Voy la mañana voy خد a الآلة la وديها escuela للدكتور. y por tarde juego al fútbol con mis amigos. El fin de semana me gusta visitar a mis abuelos y comer
comer con ellos. ماشي، انت قلتي بيسيتار ولا فيزيتار؟ Visitar. بيسيتار سي، ماشي، عشان البي والاس. ماشي، حد تاني عنده سؤال او عايز يقول؟ أنا عندي سؤال. اتفضل. هو ليه قبل فوتبول قلنا ال، بس تحت عند الفين دي سيمانا قلنا ال؟ ايه الفرق بين ال وال؟ بص، هو المفروض ان الارتيكولو او اللي هو أداة التعريف بتبقى للمذكر ال، تمام، والمؤنث لا. فهنا ال دي بتاعت الفوتبول دي المفروض اصلها اللي هو حرف الجر وال، فلما بيجوا ورا بعض بندمجهم في بعض بنخليها ال. تمام. دي المفروض اصلها وال، عشان الفوتبول ده يعني كلمة مذكرة مسكولين. فالأ ما تيجي بعدها ال بنقولها ال على بعض، مش ال، عشان تبقى سهلة في النطق. ماما تمام. تمام. ممكن أسأل سؤال برضو؟ اتفضلي. لا اللي هي الاسكويلا دي ايه؟ بتقولي ايه؟ لا اللي هي قبل اسكويلا برضو مالها؟ ايه؟ دي أداة التعريف بس للمؤنث، كويلة آخرها ففي الارتيكول بتاعها أو أداة التعريف لا مش ال. دي بقى ما بنملكش قبلها اهو، يعني حرف الجر بس ما بنملكش بقى دي يعني دي أداة تعريف. ايه؟ دي أداة تعريف، مش فاهمة الفرق بين أداة التعريف هي ايه؟ ال فاهمة قصدي ولا ايه؟ ما قولي تاني عشان صوتك قطع بس. في لا وفي ال وال، مش فاهمة الفرق ايوه، بينهم. انا قلت لك ان ال للمذكر لما تبقى كلمة مذكرة، ماشي. ال لما تبقى كلمة مؤنثة لا. ال دي بقى قلت لك ان دي زي ما قلت من شوية، دي دمج بين حرف حرف الجر والارتيكول بتاع ال. اما بيجوا ورا بعض بدل ما نقول ال بنقول ال على بعض عشان تبقى سهله في النطق. بس ده ال على بعضها دي مش ارتيكولو، لا ده ارتيكولو لازق فيه حرف جر. تمام ماشي. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ هو احنا هنبدأ في دروس الجرامر امتى؟ دروس الجرامر ما احنا اخدنا المفروض المره اللي فاتت جرامر. لا، بتكلم على موضوع يعني مثلا الأزمنة، الحالات الإعرابية، لو في حاجة زي كده. طب ما هو اللي احنا خدناه المره اللي فاتت ابلار وكومير وبيبير دول افعال في متصرفين في البريزنت سيمبل، في البريزنت، ما ده جراماتيكا، ما كل ده ايه؟ طب تحبوا تاخدوا ايه المره الجايه؟ اديكوا جراماتيكا برضو اكتر، ولا عايزين اللي هي بقى شهور السنه يعني الحاجات اللي هي مكملات الكلام، ولا جراماتيكا اكتر؟ حروف الجر مثلا، ادوات الاستفهام، الكلام ده، ولا جراماتيكا؟ ممكن ناخد جراماتيكا. الأساس اللي هو شهور السنة والحاجات دي، ممكن جزء من ده على جزء من ماشي، يعني لو ممكن حطيت جزء من ده على جزء من ده مش هيبقى كتير عليكم؟ ممكن مثلا ناخد جراماتيكا زمن تاني غير present simple. لا لسه دلوقتي المستوى اللي احنا فيه ده ما ينفعش ناخد غير بريسنت، عشان كده انتوا هتلخبطوا خالص، لان الاسباني فيه مليون زمن، وكل زمن ليه موده مختلف، يعني مش زي الانجليش خالص. هو هتبقى صعوبته في الحتة دي يعني. فانتوا دلوقتي ما ينفعش اديكوا غير بريسنت. طب معلش، هو هو جزء جرامر وجزء من الحاجات اللي هي بتتحفظ شهور سنة، حروف جر، الكلام ده. بتقولي ايه؟ ناخد جزء جرامر وجزء برضو من الحاجات اللي هي بتتحفظ زي شهور السنة أو حرف جر أو أدوات الاستفهام، يعني الحاجات دي سهلة مش صعبة. خلاص ماشي، انا ما مرضاش والله احط لكم جراماتيكا وحاجه. مثلا كنت هديكوا شهور السنه مثلا في المحاضره الاخيره دي، بس خفت يكون كتير، عشان مثلا ابلار وكومير وبيبير مع بعض، فقلت ممكن يبقى كتير عليكم، بديكوا شهور السنه كمان، فما رضيتش احطها. هي شهور السنة عموما سهلة، يعني أصلا معظمها شبه العربي. ممكن ناخد 6 و6. 6 و6 يعني ماشي. زي عملنا بس هما على فكره هما سهلين يعني. مع شوية جرامر.
سهلين. هتحس ان هما شبه الانجليش قوي او العربي كمان. انيرو، فبرايرو، مارسو، فاهمة؟ يعني مش محتاجة نقسمهم. بصي هو بالعكس بس بننزله كل أسبوع أو أسبوعين مع الجديد. خلاص ماشي، انا هديكوا هما كده يعني كده معايا جراماتيكا، فيديوهات لو عاوزين. هديكوا بقى بس بيربوس تانية، لان في الأفضل طبعا نستنى افعال تانية كتير مثلا غير اللي أسبوع احنا خدناهم دول. بس تابعة اهم حاجة صفحة يعني تحفظوا وكده التصاريف وننزله تعليق كويس. تاني يعني وهتلاقي مثلا الأبلكيشن. حاولوا مثلا البيربو الواحد كونوه حطوه في جملة واستخدموه مع كذا ضمير. يعني مثلا اقعد كده مع نفسك وقول مثلا يو قبله اسبانيول، تو قبله انجليس، ايا قبله فرانسيس، وهكذا. يعني صرفوا البيربو الواحد بس كلام، مش قصدي يعني تذاكروه بس بالعين كده، لا يعني اتكلموا مع نفسكم. مرة هات الضمير، الفعل اللي في الضمير معاك انت او معاها هي او معاه هو او معاهم هما، كأنك بتخاطب مجموعة، وهكذا عشان الحاجات دي تثبت، عشان تصريفات كتيرة. وممكن مرة جاية اديكوا بيربو مش منتظم، شاذ، فبيبقى تصريفه رخم شوية بس مهم. فاهمين؟ عشان كده عايزاكم تثبتوا ده كويس. ما هو الأزمنة في انت صوتك بعيد قوي وراح اصلا. بقول لك الأزمنة في الأسباني كام زمن؟ كتير جدا. يعني عندنا مثلا اقول لك في اصلا حاجه اسمها في الاسباني مودو انديكاتيفو، مودو سبجكتيفو. مش عارفه انتوا عارفين حاجه زي كده ولا لا؟ لا. الانديكاتيفو ده لما ببقى بتكلم عن حاجه مثلا انا متاكده منها او حاجه حقيقيه. والسبجكتيفو ده بيبقى اصعب سنه، يعني اللي هو مستوى في الكلام او اسلوب في الكلام، مش زمن اصلا. فتخيل بقى ان المودو ده اللي هو الانديكاتيفو ده في ازمنه، وفي زيهم بس في السبكونتيفو، او اللي هو حاجه تخيليه او حاجه بتمنى او بشك في حق، بقول معلومه انا شاكه فيها. فازمنه كتيره غير الامر غير النهي غير، فاهم؟ فانا ما ينفعش اديكوا دلوقتي غير بريسنت. آه في ماضي اللي هو ماضي بسيط، وفي ماضي اللي هو حاجه لسه حاصله من، يعني ماضي قريب اللي هو يعتبر مضارع تام. قريب وبعيد. في مثلا الفيرب اللي هو كنت بعمل كذا، او اللي هو مضارع مستمر تقريبا في الانجليش. في في حاجه اسمها بروس واحنا كوم بيرفكتو كده. في خلال ايه الكورس ده هناخد زمن تاني غير البريسنت؟ آه والله يعني ما اظنش. ممكن اديكوا، انا هشوف ينفع تاخدوا زمن تاني ولا لا. يعني لو لقيتها هيبقى تقيل عليكوا لا. بس هو في زمن لطيف كده، ويعني يعتبر ماضي، بس اللي هو الماضي اللي هو ايه القريب زي ما قلنا، اللي هو حاجة لسه مثلا حاصلة النهاردة، لسه حاصلة الشهر ده، اللي هو عشان ده تصريفاته بتبقى سهلة يعني. فممكن اشوف لو ينفع اديهولكوا يعني تستوعبوه ممكن. تمام. حد عايز يسأل اي سؤال تاني؟ عندي سؤال. اتفضل. هو حضرتك احنا ماشيين A1 A2 B1 B2 وهكذا. فلما نخلص مثلا A1 ايه اللي هيحصل؟ حضرتك مثلا هتعمل لنا امتحان على اساسه بناخد الشهادة وبعد كده هنكمل A2 وهكذا، ولا هنوقف ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ بصي هو المفروض هديكوا هعمل لكم امتحان في الاخر، بس هنكمل A2 ولا لا، يعني على حسب بقى. يعني هعرف انا لا ولا لا، يعني هبقى مشغولة ولا لا، فاهمة؟ اوكي ماشي. يعني انا دلوقتي يعني في اجازة، ف يعتبر الدنيا فاضية شوية، فممكن بعد كده ابقى مشغولة فهشوف. تمام. فاهمة؟ ايوه تمام. حد عنده سؤال تاني؟ هو في حاجة بس أنا بلاحظ يعني إن في ناس بيبقى المايك بتاعها متعلم عليه لونه أحمر، ودول مش بيعرفوا يفتحوا المايك مهما حاولوا. وأنا كنت منهم المرة اللي فاتت، كنت برضو بتقولي لو حد عايز يتكلم طب حد يجاوب، وأنا كنت ببقى عايزة أجاوب بس المايك بتاعي حتى مش عارفة أعمل ميوت. ممكن ده السبب إن يكون في ناس مش عارفة أصلا تجاوب يعني، أو الناس بتتكرر كتير، اللي بتجاوب تتكرر لأن هي الوحيدة اللي عارفة تفتح المايك. طب هو المايك وهو مقفول عندكم ما بتعرفوش ترفعوا ايديكم برضو؟ لا يعني لو بنعرف حد، نرفع ايدينا بس يعني اصل انا كل في الناس اللي مثلا كانت عندها، صور كانت فاتحة رافعة ايديها شوية. الناس اللي كانت وفي يعني حبيبة عثمان اهي تعرف. ايوه. طب ما انا الناس اللي كانت بترفع ايديها دي كنت بسمح لها تتكلم ومحدش يتكلم.
يعني انا الناس اللي مش رافعه ايديها بس ما فتحتلاش مش المايك. عارفة، بس أنا المرة اللي فاتت أنا بتكلم برضه عشان أنا كنت في الموقف ده المرة اللي فاتت، كنت برفع إيدي وطول السيشن ما حدش فاهم خالص، بس فأنا بس هما بقول مش يعني عارفه، عشان ما كانوا حدش بيكونوا والله عايزين رفع يتكلموا ايده، بس انا ممكن فتحت. تكوني مشغولة أو كده. خلاص ماشي، ابقى اخد بالي المره الجايه. بس والله هما انا خلاص كنت ابص، تمام. ما كنت بسال على يعني لو حد مثلا رافع ايده اسمح له يتكلم، بس ما كانش في حد. اهو الناس بترفع ايديها، هو تقريبا مش عارفه. كنت رافعة بس أكيد في ناس يعني خلي بالك برضه. ماشي تمام. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب هتكتبوا اساميكم في الشات قبل ما نخرج عشان اثبات حضور. طب هو انا زي ما قلت عندي مشكلة، كل يقول اني محظورة، هل كده هبعت لحضرتك على البرايفت صح؟ انتي ملك؟ ايوه. ماشي بعتيلي يا ملك. ماشي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.